And here we go again. اليوم غادي ندويو على كيفاش كيتحول الاخ الاكبر من داعم لاكبر الاعداء، وكيحاول على انه يحارب خوتو الصغار باش ما يوصلوش لداك الشيء اللي بغاو، بناء على المعاناه اللي عاش هو. دابا باش نلخصوا الموضوع وما نهجموش، غادي نعطيك جوج الكاتيجوري ديال الخوت الكبار اللي كاينين في المغرب. كاين داك الاخ فهمتيني الكبير اللي كتلقاه عانى في الحياه وداز من تجارب وداز من واحد الحوايج وما بغاش خوتو الصغار يدوز منهم، سوا والديه فهمتيني كانوا قباح، سوا تعامل فهمتيني هو بواحد العنف تسبب ليه في اضطرابات، اولا ما لقاش فلوس باش يقرا ولا بزاف الحاجات. نهار هو كيكافح كيولي يحاول يكون داك الاب وداك التعويض لداك خوتو الصغار، وكتلقاه فهمتيني كيجري معاهم في كره وكيمشي كيقيدهم في بلايص، كيوجههم، كيعرف شنو خاصهم، بزاف الحاجات باش دوك الدراري ما يضيعوش ويعيشوا نفس المأساة اللي عاش هو. ولكن الاحتمال ديال هاد اللعيبه الطرا ضعيفه جدا، لانه غياب الوعي وغياب السيطره على النفس فهمتيني كتخلي على انه الاخوه الكبار زعما في بلايص اخرى كيحاربوا خوتهم الصغار، ما كيخليهمش يديروا شنو بغاو، وديك المعاناه اللي عاشوها هما بحال كيحسبوها على خوتهم الصغار، لدرجه انه كتلقى داك الاخ الاكبر ديما كيتصدى لخوتو الصغار في داك الشيء اللي باغيين يديروا. كتلقاه فهمتيني يا اما كيعطيهم العصا بحكم على انه كيبغي يدير فيها بانه كبر منهم وكيبغي فهمتيني يحط لهم يدو فوق من راسهم على اساس نتوما راه لتحت وانا اخوكم كبر منكم وخصك تحترموني. المهم كيخلط لك الاحترام مع العبوديه فهمتيني، اولا كيتدخل فهمتيني في هذيك المشاريع الصغيره اللي كيحاولوا يديروا خوتو الصغار، سواء هو باغي يدخل الكره ولا شي سبور، ولا بغى يشري شي بيسي ولا شي حاجه باش ينفيستي في راسو ويعيش هو حياته ويلعب ويدير بزاف د الحوايج. فاذا به كيجي كيتدخل بهذيك الخطط الشيطانيه ديال لا ما تشريوش ليه داك بيسي راه غادي يخرج عليه راه باغي يلعب به، لا ما ديوش الكره راه يقدر يتهرس، لا لا لا. المهم داك الاخ الاصغر ديالو ما يمكنش على انه يعيش احسن منه، ما تشريوش ليه الحوايج ما ديروش ليه. المهم كيتدخل بخطط شيطانيه باش انه يتصدى فهمتيني لدوك الاخوه الصغار. وديما تلقى داك الاخ الاكبر سواء بنت سواء دريه يدير بحال العقرب، ما تيحملش خوه يمشي يسافر ولا اختو تمشي تسافر، ما تيحملش فهمتيني خوتو تزاد عليهم شي حاجه، ديما كيحاول يتصدى ليهم ويقلب ليهم فهمتيني على الثغرات باش يشري لهم الصداع، وديما فهمتيني عايش في حرب معاهم. اللي غادي نقول لك اللي كنتي كتسمع في هاد الهضره هادي ولا كان عندك شي خوك طاقيب، راه انت غادي تحاسب على هادشي امام الله، لانك انت كتصدى للرفاهيه، ما غنقولوش الرفاهيه، كتصدى لواحد الحياه ستابل لواحد السيد فهمتيني توفرت ليه الظروف يعيش احسن منك، باش تحاربوا وتحسب عليه المعاناه اللي دزتي منها انت. والا جينا نجمعوا هذا الشيء فراه غادي نكتشفوا بانك راك معقد وعندك مشكل. الرفاهيه ديال خوتك ما غتنقص منك والو، بالعكس خوتك الا عاشوا احسن منك وتوفرت لهم ظروف احسن منك، هذا كيعني لانه كاين تطور في العائله. الا كان عندك شي اخ ولا شي واحد كتعرفوا كيدير هذا البلان طاقيه. كان معك دا جوكاز، نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي.